كابتن محمد خليفة إداري منتخب جامعة اسكندرية، وعاتق يعني بيشيل على عاتقه حمل كبير جدا. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن. اهلا بحضرتك كابتن، اهلا بحضرتك. طبعا اتفاجئنا ما شاء الله المستوى والروح الجميلة في المباراة بتاعت النهاردة، والفوز ب5-4 بعد التأخر ب4-1، ودور غير طبيعي من كل الجهاز الفني، مدير ورئيس بعثة وإداري وكل الناس اللي بره بيتكلموا. دور حضرتك ايه في موضوع التنسيق ما بين جامعة جنوب الوادي وجامعة اسكندرية في الاشتراك في البطولة؟ اولا انا بشكر حضرتك على اللقاء ده. ثانيا جامعه جنوب الوادي يعني من الجامعات اللي احنا بنحب نيجي نحضر فيها البطوله العربيه للجامعات. انا من الدوره الرابعه وانا بشارك فيها، حاجه يعني احنا بننتظرها من سنه لسنه. فالحمد لله يعني احنا جمعنا برضو فريق كويس من عناصر جامعه اسكندريه. من خلال دوري الجامعه اخترنا العناصر المميزه، فالحمد لله جايبين 8 كويسين، يعتبر من افضل اللعيبه بتلعب خماسي في جامعه اسكندريه. عملنا الاستمارات وبعتناه لجنوب الوادي وشاركنا في البطوله. المشكله عندنا بس ان اللعيبه بيبقوا في الاول نازلين الملعب مش مندمجين مع بعض، لازم يلعبوا تحت ضغط. للاسف من اول مباراه لعبناها لغايه دلوقتي لازم يلعبوا تحت ضغط، لازم يجي فينا جون عشان اللعيبه تجري وتلعب وكده. حضرتك شايف ايه بالنسبه لعدد اللاعبين؟ يعني كان في اقتراح ان احنا نقترح على اداره البطوله ان عدد اللاعبين ما يبقاش 8 بس، يبقى 10، عشان برضو الارهاق وضغط المباريات والكلام ده. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ طبعا مع حضرتك، لان بيجي يوم بتلاقي نفسك بتلعب فيه مباراتين في اليوم. طبعا مباراتين في اليوم بيبقى برضو صعب جدا لو انت حتى معاك 2 حراس مرمى، فكده يعتبر العدد هيبقى قليل معاك. مش الاصابات والحاجات دي، لا قدر الله حد اتطرد عندك، يبقى في فرصه ان في لعيب تاني يشارك. وبعدين انت بتعمل يعني الهدف من النشاط الرياضي توسيع قاعده الممارسه. فانت لما بيبقى عندك 10 لعيبه بيبقى بتدي فرصه ان في لعيبه تشارك معاك، وبتبقى حاجه كويسه جدا. فانا مع حضرتك في الاقتراح ده. طيب حضرتك بتختار يعني اختيار الفريق من جامعة اسكندرية من كل الكليات، ولا بيبقى مقتصر على كلية التربية الرياضية او اللاعبين اللي بيلعبوا في أندية بس؟ لا، هو بالنسبه لاختيار منتخب الجامعه بيبقى من كل الكليات. انا بعمل عندي في بدايه الدراسه دوري الجامعه. من خلال دوري الجامعه بشوف العناصر المميزه في كل كليه، وابدا ان انا اجمعهم، وببدا بعد كده يبقى في تمرين ما بينهم عشان يبقى في تناسق ما بينهم وانسجام، لان بيبقى اللعيبه من كليات مختلفه. انا معايا لعيبه من هندسه، معايا من تجاره، معايا من حقوق، معايا من اداب، معايا من تربيه رياضيه، طبعا من كل كليات الجامعه يعني. كنا الاول بنسمع ان اسبوع شباب الجامعات بينظم في جامعه اسكندريه او تحت اشراف جامعه اسكندريه، هل ما زال الموضوع ده قائم؟ هو حاليا يعني المشكله ان احنا ما فيش ملاعب ومنشآت تسمح ان احنا ناخد اسبوع شباب الجامعات عندنا للاسف. يعني جامعه اسكندريه الملاعب يعني ما فيش، يعتبر عندنا ملعب واحد 11 ملعبين ترتان مش مؤهلين ان احنا نلعب عليهم. فدي مشكله. حاجه تانية ان احنا عندنا مش زي الجامعات الحديثه ان الجامعه بيبقى داخل سور، لا احنا عندنا الجامعه منفصله. يعني المجمع النظري في مكان، المجمع الطبي في مكان، كليه التربيه والرياضه في مكان، التربيه والرياضه بنات في مكان تاني، فالاماكن متفرقه يعني، فبيبقى في صعوبه ان احنا نعمل حاجه زي دي. حضرتك بتواجه صعوبه في حجز التذاكر السفر بالنسبه للمجي من اسكندريه لجامعه جنوب الوادي او لقنا، وموضوع اللبس والطباعه ونوم الطلبه والاقامه بتاعتهم وكل الكلام ده، طبعا من طبيعه شغل حضرتك او الاشراف على الحاجات دي، ايه الصعوبات اللي بتواجهها؟ والله هو التذاكر، بس هو طبعا عشان اعمل تذاكر ببدا بدري شويه، ببدا قبل البطوله ب 15 يوم. اول ما يفتح الحجز ببدا ان انا احجز، بعمل جواب من الجامعه عشان يبقى في تسهيل مهمه. لو انا اتاخرت عن كده مش هعرف ان انا احجز، هيبقى في صعوبه، تبقى مشكله. كابتن محمد، احنا سعداء بلقاء حضرتك ونشكرك على الكلام الجميل اللي حضرتك. شكرا يا كوتش، ربنا يخليك ربنا يخليك. وتابعونا. هذا البرنامج برعاية